يا مساء الحلويات على احلى اخوات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل الفينو او الميني فينو، اللي هو يعني بيبقى اقل شويه من الرغيف. هنعمله من غير زبده ولا حليب ولا بيض، وموفر جدا. واحسن كمان من اللي بنشتريه من بره، عشان اللي بنشتريه من بره بيجوع مش بيشبع. هنعمل وده بقى اللي هو العيش الكايزر. برضو من نفس العجينة. في الاخر كده كام واحدة عملتهم عيش كايزر. هنشوف مع بعض الطريقة. ده حوالي كيلو من الدقيق. هنحط عليه باكت خميرة كامل، يعني اللي هو الباكت الصغير ده اكيد كلنا عارفينه، او هو بيبقى معلقة وربع كده من الخميرة. وهنا حطيت علبة زبادي واربع معالق سكر ومعلقة بيكنج باودر. الزبادي انا عايزه اقول لكم ان الزبادي بيخلي العجينه هشه جدا. لو ما فيش ممكن نحط بديله اللي هو اللبن البودر. لو ما فيش خالص ممكن عادي نحط ميه. هنبتدي بقى نزود الميه واحده واحده كده، عشان طبعا كل دي غير التاني. حتى لو احنا حطينا الميه الاول برضو بنزود الدقيق بالتدريج، مش مره واحده كده. انا بقى حطيت الميه، وابتدي بقى اعجن زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. واول العجينه ما توصل للمرحله دي احط بقى 3/4 كوبايه زيت. هنا اول ما بنحط الزيت هتحس ان العجينه زي فرولت كده. شفتوا لما بنعمل الطحينه اول ما بنحط الميه زي بتفك كده. بنفضل بقى نعجن فيها كويس لغايه ما تنعم معانا وتبقى في الاخر بالشكل ده. بعد كده هنغطيها ونسيبها لغايه ما تخمر. طبعا في الجو ده مش بتغيب يعني نص ساعه وبتخمر قوام. هنا بقى بعد العجينة ما خمرت. طبعا احنا قلنا اول ما نشتغل على الرخامة لازم نعقم الرخامة بالخل. هنا بقى انا حطيت رشة دقيق كده على الرخامة عشان العجينة ما تلزقش مني. هبتدي بقى افضي العجينة من البولة. اهو هبتدي بقى اعملها زي اسطوانة كده. وهجيب القطاعة واقطعها قطعها زي ما انت عايزة. لو انت مش عايزة تعمليه ميني فينو اللي هو الصغير ده، عادي بتعمليه الرغيف العادي. التقطيعة دي على حسب ما انت عايزة. هنا بقى انا قطعت الكمية كلها. وابتدي بقى اكورها كور صغيرة كده. هجيب صينية وهدهنها دقيق. وهبتدي اكور العجينة كلها كور صغيرة زي ما انتم شايفين كده. وهاجي بقى خلاص، يعني بعد ما اخلص هجيب اول واحدة انا عملتها بتكون خلاص ارتاحت. يعني مش بتركنيها، لا بتعملي كده على طول وتبتدي بقى من اول واحدة انت عملتيها وتبتدي تشتغلي فيها. هتلاقيها حلوة جدا زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هنيجي نبططه بطريقة زي مستطيل كده، بنعمله كأنه مستطيل. هنا بقى نعرضتها شوية عشان ما يبقاش يعني رفيع قوي. اهو هنيجي بقى من عند الاخر كده ونلفها رول. بنلفها على بعضها كده. بنساوي بقى الاطراف. بعد ما بنلفها زي ما انتوا شايفين بن بن يعني بنقفلها كويس كده من تحت ومن الجناب. وطبعا بكون انا مجهزه صينيه ودهنها دهنه زيت بسيطه كده. واحط بقى فيها العيش اللي انا عملته. ايوه دي واحده كمان اهي. اهو بعد ما ببططها بلفها رول. وبنبططها كده واحنا بنلفها. مهم. برضو زي الاولانيه من تحت يعني اللي هو بمسكها يعني كده كويس عشان ما تفكش في الفرن. وادي كمان واحده عشان الحبايب. اهو برضو زي اخواتها. بلفها رول كده بالشكل ده. واسويها من الجناب. واقفلها من تحت ومن على الجناب كويس. واحطها بقى في الصينيه اللي انا هرصها فيها. طبعا بحاول اعمل مسافات عشان هي لسه هتخمر وبغطيها. ودي اهم خمره من الاولانيه كمان. بسيبها تخمر زي ما انتم شايفين بقلظت وتخنت وبقت زي الفل. طيب احنا ما عندناش صفار بيض ولا عندنا لبن ولا تزعلي نفسك. نجيب شوية مية ونحط فيهم معلقة سكر صغيرة ورشة بن بسيطة خالص وندهن الوش بتطلع اللون برضو حلو جدا.
وده العيش الكايزر برضو ايه دهنت الوش بتاعه. وممكن بقى ايه زي ما انت عايزه تحطي سمسم، مش عايزه، بس السمسم حلو يعني فيه قيمه غذائيه، فانا ايه رشيت على الوش كده سمسم. وبعد كده هحطه في الفرن. وطبعا المعجنات بنحطها على اعلى درجة حرارة، طبعا بسخن الفرن قبلها ب5 دقايق على الاقل يعني، وبنحطه على اعلى درجة حرارة. وبيطلع بالشكل دوت، لان المعجنات بتبقى عايزة درجة حرارة عالية، واول ما يطلع من الفرن تغطيه وتسيبيه حوالي 10 دقايق عشان وشه يبقى طري. يعني بعد ما يطلع من الفرن بتغطيه وتسيبيه، وبعد كده خلاص ايه بتطلعيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وده العيش الكايزر اللي انا وريتهولكوا في اول الفيديو، برضو حلو جدا وطري. وانا هفتح لكم رغيف واوريهولكوا دلوقتي. اهو فتحته، بصوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.